يا اخي والله العظيم الواحد قاعد مطايق نفسه، اقسم بالله قاعدين مطايقين نفسينا، رغم اننا عارفين ان الدوري طويل ولسه بدري، واحنا لسه في اول 5 جولات، وعارفين ان الزمالك هيقع وهينقط كالعاده، بس قاعدين يا اخي مش طايقين نفسنا، رغم اللي احنا فيه ده حاله مؤقته وهتعدي. فسؤال هنا بقى، انت بتجيب البجاحه دي منين يالا؟ يعني بقالك 24 سنه مش عارف تاخد افريقيا، واخر دوري شفته عين امك كان من 6 سنين. حتى بطولة افريقيا بقالك 3 سنين مش عارف تخشها، وده الموسم الرابع. لو ايه بقالك 4 سنين بتفنش تالت ورابع الدوري، 4 سنين. انت مستحمل ازاي يالا ده كله؟ والله العظيم بجد انت مستحمل ازاي؟ طب تصدق انت طلعت فعلا اكبر قلعة، بس مش رياضية، في البجاحة والبرود. اه والله العظيم، ما زعلش منا غريم اللي استحمل ده كله ويبقى بطل في الكلاحة والبرود. اه والله بطل في الكلاحة والبرود. لو اتقابل اي زملكاوي دلوقتي وانت ماشي في الشارع، شفت اللي طول عمره بيركب عربيات وكل سنة بيغير موديل، ويجي واحد جاره ويجيب عجلة نصر، عارفها بتاعت زمان دي، يبقى ماشي في الشارع كده يقعد يضرب بالجرس بتاع العجله كده عشان يوريك اللي هو جاب عجله، يعني فاهم؟ قال يعني هو كده بيكيدك، فاهم؟ جيت لي بقى في الموضوع، تيجي تسال اي زملكاوي هتاخد الدوري ما يعرفش يرد عليك باه ولا. تعالى بقى اسال اي اهلاوي، قول له الدوري فين، يقول لك الدوري في الجزيره. اللي انت فيه ده غريمي مش هيدوم، صدقني. والعبره بالخواتيم. سلام.